صاعقة مدوية أصابت الأطباء عند رؤية ما بداخل بطن المريضة، أصابتهم جميعا بالرعب، ومنهم من فر بخارج غرفة العمليات. نعم، لا تتعجب من العنوان الصادم والمفزع حقا، فهي امرأة كانت تعاني من ألم غريب في معدتها، فكانت مفاجأة مرعبة. عند معرفة ورؤية ما بداخل بطنها سوف تتعجب مما وجدوه. فهي شابة أمريكية تبلغ من العمر 36 عام، استيقظت من نومها على إثر ألم معوي لا يطاق، لكنها مع ذلك طمأنت نفسها وقالت أنه عارض عابر وسوف يزول. وقد ظنت وزوجها أن السبب قد يكون شيئا أكلته الليلة الماضية، حيث كانا قد تناولا العشاء في مطعم ياباني تناولت فيه طعاما يحتوي على سمك نيء كعادة طعام اليابانيين. إلا أن الآلام تطورت للأسوأ ولم تستطع احتمال الألم، فأسرع بها زوجها لأقرب مستشفى في نيويورك، ودخلت قسم الطوارئ سريعا وهي تبكي وتتألم من بطنها. وفي المستشفى وأثناء الكشف عليها احتار الأطباء وأربكتهم الأعراض التي ألمت بالمريضة، حيث أخذت في التقيؤ بشدة بالغة، وبعدها ألمت بها حالة من الهزات العنيفة. فقد لفتت حالة المريضة نظر أحد الأطباء الذين تواجدوا بغرفة الطوارئ، وأذهله هذا الأمر المحير، وخاصة بعد أن خلعوا عنها ملابسها ولاحظوا شيئا يتحرك تحت الجلد في معدتها. على الفور أمر بأخذ صور أشعة لها، ولكن الأطباء لم يصدقوا ما رأوه في صور الأشعة، والتي أظهرت شيئا غير مألوف ومذهل وصادم للغاية. وقبل أن يشخصوا حالتهم توقف قلب المريضة عن النبض، ولم يكن لديهم الوقت لنقلها لغرفة العمليات، فأجبروا على إجراء عملية لها فورا، فشقوا لها بطنها، وصعق الجميع ليقع نظرهم على أغرب منظر رأوه في حياتهم، وأخذوا ينظرون لبعضهم البعض في ذهول تام غير مصدقين للمشهد، حيث كانت تقبع أمام أعينهم أفعى بطول 1.83 سنتيمتر بداخل معدة السيدة الشابة. فيقول الطبيب: كان مشهدا من مشاهد أفلام الرعب، فكانت الأفعى لونها بيضاء مخططة بدوائر غامقة، وكان فمها كبيرا، وحين نظرت إلينا فتحت فمها وكشرت عن أنيابها وأصدرت صوتا يشبه صوت إبريق البخار. أعتقد أن الأفعى كانت غاضبة لأننا كنا نخرجها من مصدر غذائها وجحرها السري، وحدث أن إحدى الممرضات تملكها الخوف والفزع، بينما وقفت أخرى عن العمل وأخذت تصرخ وتجري إلى خارج الغرفة. وعن كيفية وصول تلك الأفعى لمعدة السيدة، قال الطبيب أن الأفعى كانت تعيش في الأمعاء الغليظة وتتغذى من الطعام الذي يمر من خلال الجهاز الهضمي للمريضة، وتنمو تدريجيا يوميا بعد يوم وتكبر. ولكن كيف وصلت إلى هناك؟ فقال: لا فكرة لدينا ولا لدى المريضة كيف وصلت، ولكن يقول بعض المتخصصين قد تكون ابتلعت بويضة أفعى حين شربت من مياه النهر أثناء رحلة تخييم، حيث أن المريضة ليست الضحية الأولى لهذا البلاء البشع والشائع في أمريكا. وبعدما أزال الجراحون الأفعى الموجودة في معدة السيدة، بدأت تتعافى تدريجيا حتى تحسنت، وذلك بالعلاج أيضا، مما تركته الأفعى من آثار واضحة داخل جدار الأمعاء الغليظة في البطن. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا، وللمزيد اشترك الآن.